السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم المهندس عبد الرحمن بكري من شركة ايفنت ديزاين. كل بفضل الله وبرحمته. النهارده معانا تسليم وحدة في منطقة اكتوبر، بالتحديد في كومباوند الخمايل. زي ما انتم شايفين كده بفضل الله معانا حاجة محترمة جدا 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 من الستايل العالي اللي معانا. بنسلمها النهارده فيها كل التفاصيل وكل اللي يحتاجه الانسان واللي لا يحتاجه الانسان الحمد لله. زي ما انتم شايفين الموضوع طالع معانا بشكل احترافي بناء على المراحل اللي احنا بنمر بيها. زي ما انتم شايفين كده معانا طبعا هنا شقة عبارة عن ريسبشن وعبارة عن 3 غرف وعبارة عن حمامين وطرقة، تمام، والمطبخ طبعا. ان شاء الله في الفيديو ده سريعا هنشرح كل تفاصيل الشقة اللي موجودة معانا من توزيع وخامات وكل التفاصيل اللي موجوده فيها باذن الله. استنوا تابعوا الفيديو للنهايه عشان في اخر الفيديو ان شاء الله هنقول سعر التكلفه الخاصه بشقه وحده الخمايل. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا طبعا عندنا ده الباب الرئيسي. لما ندخل من الباب الرئيسي عندنا طبعا في هنا قطعتين. اول قطعه في الريسبشن عندي هنا ان في ركنه موجوده هنا تتحط قدام شاشه التلفزيون، وعندي هنا بالظبط كده في زي نيش وهنا نيش، وفي طبعا بينهم بف في المكان ده. طبعا كل ده تحت الكاميرا اللي احنا عاملينها. طيب هنا طبعا عندي المطبخ وفي شباك مناوله للمطبخ، وعندي طبعا ده يعتبر كده عندي في هنا الطرقه. زي ما انتم شايفين يعتبر الريسبشن كبير واحنا حاطين قطعتين بس عشان ما نزحمش المكان، ركنه وراه 2 نيش وبف عشان المكان ما يتزحمش. طبعا احنا هنا استخدمنا في الخامات هنعيد عليها سريعا. بالنسبه للريسبشن زي ما انتم شايفين الكهرباء عندنا بنستخدم شركه فينوس. طبعا عاملين ساوند سيستم موجود معانا، وعاملين طبعا جنب ديكورات هنا زي ما انتم شايفين موجود فيه طبعا استريبات خشب مع زاويه ستانلس، طبعا مع بديل الرخام اللي ماشي مع تجزيعه الارضيات. وعندي طبعا هنا برضو بديل اخشاب مع ستانلس. طبعا زي ما انتم شايفين المكان متحوط بليد بروفايل موجود فيه فوق الوزر، والوزره كمان هيدن مخفيه داخل الحيطه عشان ندي ستايل وعشان نبقى مواكبين لجميع الترندات اللي موجوده. عندي 2 باب يطلعوا على البلكون اللي بره من قطاع الالوميتال الميني بي اس. عندنا دلوقتي زي ما انتم شايفين الليد بروفايل مكمل معايا بعد الابواب، ماسك الريسبشن كله بالكامل. برضو ما ننساش ان احنا عندنا هنا حاجه تكسر الجزء اللي موجود هنا، وبرضو من نفس بديل الاخشاب اللي موجود في الجهه المقابله بحيث ان الاثنين يردوا على بعض. عندي طبعا استخدمنا الاباليك واستخدمنا النجف الخرافي اللي معمول من الكريستال. زي ما انتم شايفين حاطين برضو هنا 2 اباليك زي ما انتم شايفين كده موجودين. الابليك ما بين 2 ستانلس ذهبي، والابليك طبعا فيه ستانلس ذهبي. وعندي شريحه من بديل الرخام ماشيه مع الارضيات، وعندي شريحه ثانيه من بديل الرخام ماشيه برضو مع الارضيات وماشيه مع اللوحين اللي موجودين هناك. زي ما انتم شايفين الموضوع سيمبل بسيط خالص. احنا بنهيئ الشقه للي هيقعد او اللي هيسكن ان هو يقدر يستخدم اي فرش هو محتاجه بالمساحات الواسعه وبالالوان الخفيفه وبالاختيارات الموفقه بفضل الله تعالى. زي ما انتم شايفين عندنا في السقف جبسون بورد، عملنا بيت نور من الناحيتين داير في السقف بالكامل، وعملنا المنطقه اللي في النص دي عملنا فيها اسبوتات لاتش. زي ما انتم شايفين اسبوتات كوبايه او سلندر او ايا كان مسماها. الاسبوتات دي عامله شكل خرافي جدا، وطبعا الاسبوتات منع للتوهج بحيث ما تاذيش العين وما تاذيش اللي بيبص او بيشوف الاناره. فكل الاناره معتمده عندنا هنا ان احنا نخلي الاناره بتدي الغرض العملي بتاعها وفي نفس الوقت ما تاذيش العين اللي بتبص عليها او اللي تشوفها. حتى الدايركت لايت اللي احنا بنحطه حاطينه تحت عشان ما يأذيش العين.
طبعا استخدمنا من الارضيات البورسلين 120 في 60 بنفس التجزيعه اللي موجوده في بديل الرخام، ونفس الوقت برضو فيه من شيء من الاحساس بالعروق الخفيفه المتناسقه اللي ماشيه بالترتيب وبتناسق معين. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا الكهرباء فينوس، واتفقنا ان الريسبشن معمول من البورسلين الهند 120 في 60، وعندنا الديكورات شرحناها. وطبعا التكييف هنا كانت الكاميرا لفوق، وعملنا كاميرا من الجبسن بورد وقدرنا نحل مشكله الكاميرا وحطينا عليها التكييف. وزي ما انتم طبعا هتشوفوا دلوقتي ان احنا حاطين فريم خشب عشان التكييف لما يتحط على الجبس ما يبقاش في مشكله في الاستخدام. طبعا الموضوع كان جميل جدا وطالع بشكل تحفه خرافي يعني المكان، والشقه فيها احساس ممتاز، ومفيش فيها حاجه فيها غلط بفضل الله تعالى، من ارضيات، من حوائط، من سقف، كل حاجه معموله كما يقول الكتاب بفضل الله تعالى، مدعمه بالانتركام ومدعمه بالساوند سيستم، مدعمه بالكاميرات. لو دخلنا على القطعه الثانيه اللي موجوده معانا وهي قطعه المطبخ، زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي المطبخ عندي مكون من كل اللي تحتاجه ست البيت موجود عندي في المطبخ هنا. الستاره دلوقتي اللي انا برفعها اللي انتم شايفينها دي، الستاره دي بتداري المنطقه بتاعه المناوله للريسبشن. طبعا المطبخ نقدر نفتحه على الريسبشن، ولكن صاحب المكان ما حبش الكلام ده، وعلى طول ادينا له اوبشن تاني. يعني احنا بنقترح عليك اوبشن واثنين وثلاثه، واللي حضرتك ترتاح له احنا بنقدمه لحضرتك وبنعمله على اعلى مستوى بفضل الله. الستاره اللي احنا عملناها دي ستاره بتخفي شباك المناوله، بحيث ان اللي بره حتى لو في ضيوف حتى الشباك نفسه ما يأذيش اللي بداخل المطبخ. تأسيس المطبخ معمول بشكل احترافي. لو زي ما انتم شايفين كده عندي المنطقه هنا بتاعه البوتاجاز، طبعا ده الشفاط بتاع الهود، وطبعا باريزه البوتاجاز، وعندي باريزه يمين وشمال من البرايز القوه. زي ما انتم شايفين اللي داخله جوه دي برايز قوه ضروريه جدا في استخدام المطبخ، لان عشان تكون محمله، عشان لو جبت جهاز كاتل او جهاز تقيل ايا كان من سواء من داخل مصر او بره مصر ما يعملش معاك مشكله. ما ننساش ان احنا مؤسسين هود فوق مدخنه للشفاط الهود اللي موجود هنا، وماشيه معايا طالعه بكور بره في المانور، مؤسسين لها المدخنه وفي نفس الوقت مؤسسين كهرباء الشفاط. بعد كده عندي في المنطقه دي عندي غساله، وبعد كده الحوض، وبعد كده عندي برضو غساله موجوده هنا. طبعا عندي في المنطقه اللي انا واقف فيها دي ثلاجات. طبعا احنا ابتدينا نورد الاجهزه، وان شاء الله باذن الله نصور لكم الوحده بالكامل بالفرش باذن الله تعالى. ده الباب لما ندخل من باب المطبخ، كان عندي فيه كاميرا هنا، وكان عندي طبعا حمام موجود هنا، حمام ضيوف. وزي ما احنا بنقول دايما ان احنا نستغني عن حمام الضيوف مقابل ان احنا نوسع المطبخ، مفيش اي مشكله في النقطه دي. هنا كان في كاميرا عملناها فلات، وعملنا خط بروفايل، وعملنا سبوتات، وفي نفس الوقت الاناره موجوده هنا، وفي نفس الوقت وزعنا مثلث الحركه بتاعنا اللي هو البوتاجاز والحوض والثلاجه الاثنين كده قصاد بعض، وده مثلث الحركه بتاعي مخدوم معايا في الحمام. فبفضل الله مفيش في حاجه فيها غلطه بفضل الله تعالى، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما ننساش طبعا ان اضاءه المطبخ تكون قويه زي ما انتم شايفين، وتكون في النص، ما تكونش على الطوارئ بره. استخدمنا شباك من الالوميتال ميني بي اس او بي اس ميني، من الشباك من الالوميتال موجود هنا. طبعا لو انتقلنا لاخر قطعه موجوده معانا في الريسبشن اللي هي قطعه البلكونه، وبرده ما ننساش ان احنا نديها حقها، لان طبعا فيها احساس من الراحه. طبعا استخدمنا هنا في البلكونه ليد بروفايل مع هيدن، برضو الوزر هيدن معايا، وفي نفس الوقت استخدمنا برضو زي ما انتم شايفين الاباليك الاب داون على الحيطه مع الكشافات اللي موجوده فوق، واستخدمنا رخام البريشيا على الكوبستات بتاعه البلكونه. طبعا ما ننساش ان احنا عندنا البابين، وعندي برضو رخام البريشيا موجود معايا هنا، عشان المطر لو في مطر ولا حاجه لازما منطقه الريسبشن تكون اعلى من البلكون باقل 2-3 سم. ما ننساش برضو في اختراع جميل جدا احنا عاملينه نوريه لحضراتكم، برضو موجود معانا. عندنا هنا فيه طبعا منشر معمول في البلكونه، تمام، في الهواء زي ما انتم شايفين. برضو كل حاجه عندنا بنستغلها كما يقول الكتاب. عندنا منشر هنا
مش شاغل لي مساحه في البلكونه عشان اقدر استخدمه في نفس اعطيني الفايده بتاعته ان انا حاجه خفيفه موجوده في البلكونه، ما عنديش اي مشكله. زي ما انتم شايفين اخلص المنشر وارجع اقفله تاني، اقف في المساحه اللي موجود فيها المنشر بدون اي اشغال للمساحه. فاهم حاجه طبعا في المهندس او الشركه او الشخص اللي هيبقى مسؤول عن وحده ان هو يكون عنده درايه كافيه باستغلال المساحات. دلوقتي ندخل على المنطقه اللي بعد كده اللي هي منطقه الغرف. زي ما انتم شفتوا كده الريسبشن والمطبخ والبلكوني. دلوقتي ندخل على منطقه الغرف مع بعض. البورسلين طبعا زي ما انتم شايفين مكمل معايا طبعا في الطرقه وتقسيط محترم جدا بعرموس واحد في الطرقه. طبعا عندنا اول فراغ عندنا هنا باب الحمام، وبعد كده عندنا تاني فراغ غرفه الماستر، وورايا كده غرفه اطفال واحد، وهنا في غرفه اطفال 2. زي ما انتم شايفين حتى الطرقه بسيطه جدا وسيمبل جدا. عندي البورسلين مكمل بعرموس واحد في الطرقه عشان ما يعمليش مشكله ويعمل لي زحمه. عندي بروفايل ليد اقدر استخدمه ككفايه جدا ان هو يبقى ينور لي الطرقه تمام. وعندي طبعا مستخدم اسبوتات موجوده في الطرقه، وعندي طبعا هيدن موجود معايا برضو اضاءه هيدن. عندي سماعه الانتركم طبعا تم تشغيلها، وعندي طبعا هنا لوحه الكهرباء، وعندي لوحه الداتا اللي بيكون موجود فيها طبعا الراوتر محطوط في النص عشان يقدر يخدم جميع انحاء الشبكه. طبعا كل التفاصيل المعموله باحتراف ومعموله كويس جدا. برضو عندنا اناره الطرقه على اليمين اول ما ادخل، وعندي طبعا كشاف الطوارئ موجود فوق عشان برضو لو في انقطاع في الكهرباء ولا حاجه ما حدش يتاذى بحاجه. لو دخلنا بعد كده في اول فراغ عندنا اللي هو الحمام التحفه اللي عندنا النهارده. زي ما انتم شايفين الابواب عندنا ابواب تركي بحلق اكريليك مضاده للرطوبه، وعندي قطعه رخام من الرخام البريشيا زي ما انتم شايفين عشان واعلى من مستوى الصاله. الحمام اوطى من مستوى الطرقه عشان لو في ميه ولا حاجه، مع الميول كمان اللي هو هيرمي معايا في البيبه اللي موجوده في مكانها الصحيح هنا الحمد لله. طبعا عندنا هنا استخدمنا بورسلين 120 في 60 من احساس الرخامي. طبعا عندنا هنا استخدمنا حوض بالوحده، واستخدمنا طبعا مرايه ليد، وعندنا طبعا الخدمه البريزه بتاعه اللي هيستخدم الحوض، وعندي طبعا هنا الفواطه. عندي طبعا الاكسسوارات كلها محطوطه بشكلها المناسب في مكانها المناسب، سواء كان مكان للفرش الاسنان، سواء كان مكان الصابون او الى اخره. عندي السخان محطوط برضو في المكان اللي انتم شايفينه ده، مكان كويس برضو. وعندي استخدمت التويلت بتاعتي، التويلت هنا معلقه وليست دفن، ودي طبعا بتوفر لي كتير في الفلوس، فاستخدمناها برضو. وما ننساش ان انا عندي برضو خلاط سخن وبارد موجود معايا. وما ننساش ان احنا عندنا البيبه اللي موجوده في المكان المناسب، فيها قطعه من قطع السيراميك عشان محدش يشوفها نهائي، مع العلم ان طبعا مكانها برضو مناسب معايا. عندي الوراقه محطوطه بجانب القعده، وعندي كابينه شاور بالكامل مقفوله بالباب بتاعها. لو انا عملت كده قفلت الكابينه، فتحت الكابينه. طيب عندي قطعه من الرخام البريشيا موجود معلي معايا المنسوب شويه عشان اقدر ان انا استخدم ميه في داخل الكابينه براحتي. وفي نفس الوقت القطعه بتاعه البيبه بتاعه الشاور محطوط عليها قطعه من البورسلين عشان تبقى مختفيه. عندي طبعا زي ما انتم شايفين ارفف خوارنقات بالاضاءه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وفيها الليد بروفايل. وعندي برضو الشاور بتاعي فيه جتات وفيه ميه وفيه استخدام وفيه كل حاجه، وطبعا عندي المصب فيه، وعندي سماعه هاند شاور لو استخدمتها. عندي شباك من الالومنتال برضو موجود في مكانه المناسب. طبعا كان في هنا عمود، المفروض ان الشباك ده يكون في سنتر
التويلت، ولكن كان في عمود فما قدرناش ان احنا نحركه. ما ننساش عندنا السقف متوزع بشكل احترافي. لو عايز تقف في جو حلو في الحمام تقدر بكل بساطه. زي ما انتم شايفين نقدر ان احنا نطفي كل حاجه ونشغل الارفف بس اللي موجوده في الشاور مع الليد اللي موجود في المرايه. اقدر برضو اعتمد على الاضاءه اللي موجوده، وبرضو اقدر ان انا اشغل السبوتات، واقدر ان انا اشغل طبعا الليد. طبعا في شفاط موجود بنسلم الاجهزه كلها شغاله زي ما انتم شايفين. ما ينفعش ان احنا نركب جهاز شكلي بس، لازم تسلم كل حاجه وتشغل كل الكهرباء